دولار في السنة يفقد وعيه؟ لما كولر ما يعرفش يفرق بين اللاعب الفاشل واللاعب الجيد؟ لما كولر يستمر باتنين لاعبين عالة على الفريق 90 دقيقة ويغير 4 من زمايلهم؟ يبقى المدرب هو السبب في الجريمة اللي حصلت. كولر النهاردة ارتكب كل جرائم كرة القدم. للأسف أصبح عبء، أصبح كارثة. فوز ضربة جزاء في الدقيقة 87، بالمناسبة ضربة جزاء صحيحة، بالمناسبة ضربة جزاء صحيحة ضد ياسر إبراهيم، سددها أحمد كالوشة فوق العارضة. أحمد كالوشة هو اللي أنقذ الأهلي، هو اللي أنقذ كولر من هزيمة مؤكدة. النهاردة كولر فشل بنسبة 100%، هو اللي يتحمل لوحده الأداء الوضيع، مش المتواضع، لا، أداء وضيع قدمه الأهلي. اسمع مني أنا بقى، والدته ده عياله اللي ما شافش الماتش ده ساعتين من الديب سليب، ساعتين من النوم، من السبات العميق، نوم. انت جالك ضربة جزاء يا كالوشي، يا كالوشي، ده انت قعدتني 7 دقايق بطني مكركبه، لانك لما تضيع ضربه جزاء في الوقت ده لازم الاهلي يجيب جول. بس هو يعني كولر موضوع قفشه ده احنا حاسمينه يا جماعه من فتره كبيره. كنت لسه بتكلم مع اصحابي على الجروب من شويه، قلت لهم يا جماعه قفشه حله الوحيد انك انت تلعبه حافي، يعني خد منه الاسترزات قول له العب حافي، جرب كده، جرب. انا بقول لك الجزمه كبيره عليه. واحد يقول لي طب ما يجيب جزمه على قده، هقول لك مفيش مقاسه في الرجالي مش موجود. يعني قفشه لو دخل قال له هات له مقاس، هات لي مقاسي، هيقول له في الاطفالي مقاس 18 خش، فهو بيتحرج يقول له دي، فبيجيب له مقاسه من الرجالي فبيطلع كبير عليه. فانت بتشوف اهو الجزمه كبيره قوي عليه، والباص غلط، والتحركات غلط، والشوطه غلط، والاوفر غلط، والاسيست غلط، والبينيه غلط، كل حاجه غلط. يعني قفشه قلت لك حله ايه؟ عايز تاخد اداء من قفشه لعبه حافي. اسمع مني انا، اسمع مني انا جبت لك النهايه بتاعت الموضوع ده. بالنسبه لاكرم توفيق، اكرم توفيق انا ليه بحس ان هو رجوله، جدع، محترم، بيعمل وجايب مع اهلي حتته كلهم، بس ممكن يدافع كويس جدا كلنا عارفين ده طبعا. انما اكرم هياخد الكوره وهيحاول يعمل باص وهيحاول يدخل لقلب الملعب، اتكلمنا في دي كتير. اكرم توفيق ما عندوش كوره. طب كوكا عجيب النهارده كان بينافس، عايز يدخل. مين تاني؟ كولر عنده اشرف داري بقاله ماتشين كويس، والراجل خلاص بدا يلقى استحسان جماهير الكره المصريه وخصوصا الاهلاويه. لا قعد غريبه عجيبه جديده. امام عاشور بان قوي ان امام عاشور امكانياته كلها في قلب الملعب، والناس كلها عارفه ان امام عاشور بيلعب في قلب الملعب. امام عاشور دايما هو اللي بيستقبل الكره الثانيه، امام عاشور دايما هو اللي بينزل يتحرك بين الخطوط. قبل ما ابدا في اي حاجه، عندي رساله لكل فرق الدوري المصري وكل المدربين ورضا عبد العال وصفحات بعض الزملكاويه. بنقعد نندب ونقول لو الاهلي يتحسب عليه ضربات جزاء، لو في عداله تحكيميه للفرق اللي قصاد الاهلي، لو مش عارف ايه. وانبي جاله واتحسب على الاهلي ضربه جزاء في الدقيقه 88 والنتيجه 0-0، والحكم صفر وما رجعش للفار، وضربه جزاء واتحسبت. دخل كالوشة شاطها في الكوشه. عرفتوا ان العيب مش في الحكام، عرفتوا ان العيب في المنافسين. يعني الاهلي النهارده في اسوأ حالاته، اسوأ مبارياته، كولر بيخرف، لعيبه كتير خارج. انبي بيدافع 90 دقيقه وجات له ضربه جزاء في الدقيقه 88 ودخل المعلم كالوشة شاطها في الكوشه وخلص الماتش تعادل، رغم ان في كوره برضه جت في ايد مدافع انبي في منطقه جزاء انبي، والحكم لم يرجع للفار ولا اتكلم فيها تماما. ولا الفرصه يا ريس، انا مش ضامن الزمالك بكره ماله، انا مش ضامن الزمالك بكره هيعمل ايه. انا متصدر النهارده يبقى هطلع اتصدر، لازم هطلع اتصدر. لا هعرفك بالصداره، طالما انا متصدر هعرفك بالصداره. ده انا مسكت في الصداره خلاص. وبعدين انا مش ضامن الزمالك، انا ايه اللي ضمني ان انا هفضل متصدر بكره؟ ايه اللي ضمني؟ ايه؟ الحمد لله نهايه 2025 نهايه 25 متصدر دوري زي الفل، انا بطل الشتاء. هتقول لي طب الموسم، هقول لك ماليش دعوه.
ماليش دعوه يا ريس، ما تلومنيش، ما تعاتبنيش، ما تناقشنيش، انا متصدر الدوري وانا لسه اول دوري. كولر انت فاقد الذاكره يا كولر. كولر ده يا جماعه حرفيا قسما بالله بيدرب الاهلي النهارده فاقد الذاكره، قاعد تايه على خط يعني بسم الله ما شاء الله قاعد على التماس. الواد من كتر ما هو تايه عمال يا عيني عمال يتناقش مع اللي حواليه، عمال يشد مع اللاين مان، عمال يشد مع الحكم الرابع، ما تعرفش هو ماله، ما تعرفش هو ماله. وبعدين التشكيله ده يا كولر، انا اول مره في حياتي اشوف مدرب للاهلي، بل اول مره في حياتي اشوف الاهلي بشخصيته اللي احنا طول عمرنا حافظينها حرفيا. اول مره في حياتي اشوف النادي الاهلي نازل الماتش بيلاعب فريق بيلعب بخطه 5-4-1 وبيلعب بثلاث ستات. لا مش ثلاث نسوان، ثلاث ستات، ثلاثه رقم 6، مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، اكرم توفيق. اكرم توفيق بيلعب باك رايت، وبتلعب باحمد نبيل كوكا ومروان عطيه نص ملعب، وانت بتقابل فريق اساسا ما بيعديش نص ملعبه. ما انت لازم تطمع الفريق ده فيك يا ابني. يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ ثواني